بعدما فقدت الكثير من وزنها وأثارت فضول متابعيها حول السبب في ذلك، خرجت الفنانة دنيا بوتازوت عن صمتها عبر منشور جديد لها بحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث أجابت من خلاله عن استفسارات الكثير من محبيها. وجاء في توضيح بوتازوت: الناس اللي كيسولوني ضعفيتي بزاف نقصتي رجعي كيف كنتي، راه ماشي لخاطري، كنقول لكم السبب هو المسلسل الجديد قريبا في رمضان على الاولى اللي كان خاصني فيه نضعف طبقا لمعايير الشخصية، وتابعت من بعد هذا المسلسل خاصني نرجع نغلاض وبزاف لاني ملتزمة باستكمال عمل اخر. حرفتنا ماشي سهلة. شكرا على سؤالكم. يشار على أن دنيا بوتازوت كانت قد أطلت عبر شريط مصور روجت من خلاله لحفل افتتاح أحد المحلات الخاصة بإحدى صديقاتها، وهو الفيديو الذي ظهرت فيه بنحافة كبيرة، مما أثار فضول وتساؤل الكثيرين لتعمد عقبها بنصف ساعة على تنزيل توضيح بخصوص سبب فقدانها للكثير من الوزن. يشار أن دنيا بوتازوت وعقب تألقها في العمل الرمضاني المنصرم المكتوب تخوض تجربة جديدة من خلال المسلسل الجديد إلى ذاق الحال الذي ينتظر عرضه شهر رمضان المقبل عبر القناة الأولى. يذكر أنه إلى جانب بوتازوت يشارك بمسلسل إلى ذاق الحال المخرج مراد الخوضي، كل من الفنان سعيد باي، عزيز حطاب، سحر صديقي، وهشام بهلول. جدير بالذكر أن الفنانة دنيا بوتازوت قد خاضت مؤخرا ولأول مرة تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، وذلك من خلال تقديم برنامج المسابقات لالا العروسة.